والسلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحكيو على اللاعب محمد بنغورا، لاعب حافية كوناكري. لاعب ممتاز، يعني مهاجم قناص. ان شاء الله باش يكون فايدة للنادي الافريقي. باش نحكيو برشا على تفاصيل العقد متاعو. اللاعب تقريبا في الميركاتو الشتوي باش يكون على ذمة النادي الافريقي، يعني من 2 جانفي. اما العائق الوحيد اللي هو المفاهمة اللي كانت بين النادي الافريقي وحافية كوناكري، اللي هي حافية كوناكري تحب تعطي اللاعب اعارة للنادي الافريقي مدة 6 اشهر، لكن النادي الافريقي يحب ياخد لاعب يعني بدون اعارة، يعني شراء كامل او اعارة مع احقية شراء، كيما صار مع اللاعب الجزائري قلالش. يعني ادارة النادي الافريقي تفكر بشكل جيد حسب ما راهو، تفكير سليم. خاطر محمد بنغورا لاعب ممتاز، يعني كي تشوف تتفرج عمره 19 سنة كيفاش يتعامل مع الكورة وكيفاش يحط في المرمى يعني اهداف خيالية. الانسان هذا، اللاعب هذا باش يكون ناجح مع النادي الافريقي، وخير تعويض لرحيل ايدو اللي كما حكينا ايدو ماهوش مقنع بالنسبة للبطونة. وحاجة اخرى من ناحية اخرى، اللي اللاعب هذا البارتي اللي فات يلعب في الشان مع المنتخب متاعو. البارتي اللي فات سجل هدفين، يعني كما تشاهدوا الصورة. اللاعب سجل هدفين مع المنتخب غينيا امام غينيا بيساو في الشان. نتصور اللاعب هذا باش يتقدم وباش يتحسن اكثر كي يجي للنادي الافريقي، وان شاء الله تكون الانتداب نتاعو يكون يعني كما نسوقوه جوارات كما قبل. يجي يعمل موسم او موسمين مع النادي الافريقي، من بعد يتباع بقيمة كبيرة، فهمت؟ وان شاء الله النادي الافريقي فيما احسن، والسلام.